من كام يوم كده الرئيس الامريكي دونالد ترامبولين راح الخليج وعمل زياره ودخل دخله ناشفه قوي. الإتاوة يعني طاعة، الكل يدفع علشان أنا المسؤول عن حمايتهم، أنا وبس. المهم يا سيدي ان الناس من باب الواجب بداوا طبعا يقدموا شويه هدايا. المهم دخل على الامارات فخبطوه بثبات ورد وعدوه في ممر رقص شرقي فولكلوري. صينية بطاطس دي من غير لحم، هتلعب باك ليفت. يا جدعان رقص شرقي ايه؟ ما ياكلش معاه الكلام ده. المهم دخل على السعوديه فعملوا حته حلوه حته نظيفه كده، ادوا له نمر نادر قوي مفيش منه في العالم كله غير 200 حته بس. طبعا بعد الحته اللي خدها ب 199. ايه ده يا شادي؟ ده كولسلو يا كابتن. ايه كوسلو ده؟ ده كولسلو يا كابتن. انت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول؟ ده انت في الحطابة يالا. حلوه ونظيفه. لا بس الراجل ده برضه ما ياكلش معاه الكلام ده، يعني اعطيه مصاري، اعطيه تريدي خوت، اعطيه خوت، وزع اموالي على الغلابه فين. المهم يا سيدي راح داخل على قطر، راح واخد طياره ب 400 مليون دولار وقلم مونت بلانك بحوالي 60 65 الف جنيه. اه والله ده ماركه، وانا بقول لك يا ابني انا في الماستر. ايه ده؟ محشي؟ خط النص. وطبعا بعد الزياره الامر ما يخلاش ان مصر تخش في الموضوع من باب الكوميك يعني، وما احنا اهو احنا قدامها احنا بنعمل ايه. المهم يا سيدي الناس توقعوا ان هو حتى لو جالنا وطلب يعني ممكن نمشيها كده. شكل معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شكل لجيبك. جابي مخروق. ده باين عليك جديد في الخاص. حلو قوي شخلل عشان تعدي، ما معيش خليل ومش هياخد حاجه. بس برضه الامر ما يسلمش ان احنا اصلا ممكن ما نديلوش حاجه عشان كده. ايه ده؟ فول وقوطة وخيار؟ صدق بالله انت هتفارق دكة الاحتياطي طول ما انا بضرب. شوف في كده الحالتين هو كده كده مش هياخد حاجه، سواء كان مبدا شخلل عشان تعدي معيش فلوس او المبدا التاني اللي هو بتاع وش ياخد الريح من البلاط يا مولاي. ولكن هقول لك على حاجه، دايما تلاحظ كده في اي فيلم عربي لما يكون فيه فتوه بياخد اتاوه من الحي ولا من المنطقه اللي هو فيها، بتلاقي فيه واحد الفتوه بيعامله معامله خاصه، يعني تقدر تقول بيتجنبه بيستجدعه. في عنده حته هنا حاجه في الحته الشمال، المهم انه بيعامله معامله تانيه احسن من كل الباقي، بالرغم ان هو افقر واحد فيهم ومعهوش فلوس اللي مع الناس التانيين. فهمت؟ صح؟ السلام عليكم.